بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو النهاردة بيتكلم عن مسمار جحا. ايه قصة المثل الشهير مسمار جحا؟ جحا كان عنده دار بيملكها، فكان عايز يبيعها، بس ما كانش عايز يفرط فيها تماما يعني. فعمل شرط على المشتري انه يسيب مسمار موجود في البيت على الحيطة من غير ما المشتري ينزعه او يشيله. طبعا المشتري ما كانش فاهم الغرض من وراء ايه، كلام جحا، من وراء الشرط. فطبعا المشتري وافق، قال يعني هو المسمار هيعمل ايه في الحيطه، عادي اسيبه. فبعد كذا يوم راح جحا الدار وخبط على الباب. الراجل فتح له، قال له خير يا جحا، ايه سبب الزياره؟ قال له انا جاي اطمن على مسماري. طبعا الراجل رحب بيه، قال عادي مش مشكله. رحب بيه وقعده واكله، بس الزياره طالت قوي. فالراجل طبعا متضايق بس محرج، مش عارف يقول له يعني يمشي ازاي يعني. لكن الراجل اتفاجئ ان جحا خلع الجبه بتاعته وفرشها على الارض واستعد للنوم. فطبعا الراجل ما استحملش، ما طقش، قال له انت ناوي تعمل ايه يا جحا، هتعمل ايه؟ قال له انا ناوي انام في ظل مسماري العزيز. طبعا الراجل ما قدرش يتكلم برضه، قال ده يوم هيعدي. لكن المشتري اتفاجئ ان جحا كل يوم والتاني رايح في ايه، يزور المسمار بتاعه، وبيختار الاوقات اللي فيها الغدا مثلا او الفطار او كده، ويقعد معاهم طول اليوم. طبعا المشتري ما استحملش الوضع ده، ما كان منه غير انه هرب وساب البيت لجحا. وبكده جحا اخد بيته تاني، وكمان ايه، اخد الفلوس من المشتري. وكده بقى الناس لما يكون في حد عايز يتحايل على حد او يعمل له مشكلة او يسيب له حاجة تضايقه، يقول له ايه، ده مسمار جحا. وهو ده المثل بتاعنا النهارده. يا ريت يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة. مع السلامة.